السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد من قناة تري كودرز، والنهاردة فيديو جديد. أنا جاي أقول لك النهاردة كل الثغرات اللي شغالة معانا في التابلت، بحيث إنك تشوف كل حاجة في الفيديو ده وتجرب كل الثغرات اللي ممكن تبقى شغالة معاك واللي ممكن متشتغلش معاك. بس في حاجات منها ممكن تبقى أكيدة وحاجات لأ، فأنا النهاردة جاي أقول لك كل حاجة. عايزك تتابع معايا الفيديو لغاية الآخر عشان هتستفاد إن شاء الله. طب تمام، أول حاجة هنروح عندها هي البروكسي. طب تمام، البروكسي هيشتغل معاك اذا كان المفتاح عندك بتقدر تشيله او ما تقدرش تشيله، عشان ناس كتير قالت لي في الكومنتات ان بعد الابديت ما بقوش يقدروا يشيلوا المفتاح. فكده كده البروكسي هيشتغل معاك اذا كنت عايز تشيل المفتاح او مش عايز تشيله، فهو كده كده البروكسي هيشتغل معاك. هنخش على جوجل كروم، بعد كده هنحط هنا في السيرش الكود بتاع البروكسي اللي هو اللي هيكون ظاهر قدامكم على الشاشة: 143.244.207.157. ده الكود اللي شغال دلوقتي، تمام، وده شغال رسمي من البرنامج او من الموقع. تيجي تبص تحت كده هتلاقيه هو ده الكود اللي شغال. طب تمام، هنيجي بقى لتاني حاجة. لو انت عايز تشغل منصة من بدايات اي مدرس، هتشغلها ازاي؟ هتيجي تكتب هنا في السيرش عادي مش هتشتغل، هتيجي تكتب في دك جو مش هتشتغل، هتيجي تكتب في جوجل مش هتشتغل، يقول لك اثبت انك مش روبوت. طب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ هنخش على دك جو، بعد كده هتكتب هنا في السيرش ياندكس. بعد ما تكتب هنا في السيرش ياندكس هيطلع لك الموقع بالشكل ده. هتختار اول واحد، هتلاقي في موقع فتح معاك بالشكل ده. هتكتب هنا في السيرش مثلا اي منصه انت عايز تفتحها. هكتب مثلا انا منصه محمد صلاح وادوس سيرش، هتلاقي عمل معاك سيرش بالشكل ده. هنخش على المنصه، وادي المنصه فتحت معانا من غير اي مشكله. طب انت دلوقتي تسالني هي تشتغل معايا في الفيديوهات؟ لا، هقول لك مش هتشتغل في الفيديوهات. هتشتغل معاك مثلا لو انت عايز تحل حاجه، تحل امتحان الشامل، تحل واجب، تسلم امتحان، اي حاجه انت عايز تعملها على المنصه تعملها غير انك تتفرج على الفيديوهات. هتقولي طب ايه الاستفاده؟ اقول لك احنا بنستفاد منهم في اي حاجه، يعني حتى لو حاجه صغيره. تمام، وممكن تلاقي منصات تانية شغاله، يعني ممكن تكون منصه محمد صلاح دي مش شغاله لانها منصه شويه ايه يعني تقيله حبه وبيبقى فيها نظام امان عالي، فمش هتلاقيها شغاله معاك في اي حاجه. لكن ممكن منصات تانية زي منصه مثلا سماح صبحي هتلاقي شغالها معاك من غير اي مشكله. طب تمام، هنيجي بقى ل يعني لتالت حاجة معانا، هي ايه الثغرات اللي شغالة. لو انت جيت تخش على برنامج حصص مصر هتلاقي البرنامج تقريبا اصلا اتشال. يعني لو جينا دخلنا كده مع بعض هم شالوا البرنامج تقريبا بالشكل ده. طب تمام، احنا ايه الثغرة بقى اللي شغالة دلوقتي معانا؟ نرجع بس التابلت مكانه، هنخش هنا وبعد كده نخش على ماي اورنج. في بس عشان انا كنت بجرب كل حاجة قبل الفيديو، وندوس على جوين اورنج. بعد كده هتلاقي البرنامج فتح معاك بالشكل ده، وهتختار اي حاجة انت عايز تختارها. انا مثلا هختار يوتيوب، هتلاقي اليوتيوب فتح معاك بالشكل ده. طب ناس كتير منكم بقى بتقول لي ان هم اصلا ما عندهمش ماي اورنج في جوجل بلاي. فانا حابب اقول لك ان ماي اورنج بينزل على حسب المحافظه اللي انت فيها. يعني مثلا انت لو من الجيزه هتلاقي عندك ماي اورنج او الكلام ده كله. انا من محافظه الجيزه فهتلاقي عندي ماي اورنج، وعندي كل اصحابي اللي معايا في نفس المدرسه وفي نفس النطاق عندهم ماي اورنج. طب تمام، احنا بقى نروح هنشوف على ثغرة تانية بحيث لو انت ما عندكش ماي اورنج تقدر برضه تفتح يوتيوب. هننزل هنا شريط الاشعارات ده، وبعد كده نخش على سيتنج، بعد كده هنفضل على كونكشنز، بعد كده نخش على واي فاي، ندوس على الثلاث شرط، بعد كده ادفانسد سيتنج، بعد كده نخش على هوت سبوت 2.0، بعد كده على اوبن رومينج، بعد كده نختار برايفسي بوليسي، بعد كده ننزل لتحت ونختار احنا عايزين نفتح ايه، اذا كان فيسبوك او يوتيوب او اكس او اي حاجه. فانا مثلا هختار ان انا افتح يوتيوب. تمام، هتلاقي اليوتيوب فتح معانا بالشكل ده ومفيش معانا اي مشكله. طب انت مش عايز تتفرج على يوتيوب بالشكل اللي هو معاك نص شاشه ده والنص التاني فاضي، هنخش هنا على الجنب، بعد كده نروح هنا على ديسبلاي وهننزل ونختار حاجه اسمها سكرين زوم. بعد كده نخلي سكرين زوم دي على اعلى حاجه. تمام، نخرج بره كده، نخرج بره، نخش على كونكشنز تاني، نخش على واي فاي، ادفانسد 2.0، اوبن رومينج،
privacy policy. خش هنا، ننزل 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 ننزل، خش على يوتيوب، هتلاقي مفيش معاك اي مشكلة واليوتيوب شغال معاك فول سكرين. طب تمام، تعالى بقى نروح مع بعض على اخر ثغرة موجودة معانا في الفيديو بتاع النهاردة، وهي لو انت عايز برضه تفتح يوتيوب او تفتح اصلا جوجل من بلاي ستور. دي ثغرة انا مقلتهاش قبل كده، بس يلا نقولها. خش على بلاي ستور، كده ندوس على علامة الشخص اللي في الجنب دي، بقى كده ندوس على payment and subscription، بقى كده ندوس على payment method، دوس add debit or credit، ننزل كده ندوس على privacy notes، بعد كده هننزل لتحت ونختار على كلمة جوجل هوم. هتلاقي جوجل شغال معاك تمام، ودي برضو ممكن متشتغلش عند الكل، في ناس ممكن تشتغل معاها وناس لأ، بس هي شغالة معايا من غير أي مشكلة. ولو انت واخد بالك أنا سايب المفتاح فوق أهو ما شلتوش. طب تمام، وبس كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. انا حبيت بس اجمع لكم كل حاجه موجوده الفتره دي بعد التحديث، تمام. وزي ما قلت لك انا مش شايل المفتاح، تمام، عشان انا بتعامل مع اخر ابديت نزل ليكم ان المفتاح ما بقاش ينفع يتشال، فانا سايب المفتاح زي ما هو ومش شايل المفتاح. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا والسلام.